يا الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فلوق جديد. مده طويله هذه ما درناش فلوقات في هاد لاشين هادي. بقيت انا فواحد الجلسه هنايا غير في السطاح، بوحدي كندير كاسكروط. واحد الجلسه على قد الحال كنتامل وكنقول مع راسي واش نقدروا زعما بحال هكا نجلسوا مده طويله بلا ما نهزو التليفون. فمن هنا جاتني لانسبيراسيون باش انني نهز نصور. علاش؟ حيت هزيت التليفون بلا ما نشعر، لقيت راسي داخل السوشيال ميديا وما قدرتش نبقى اكثر من 5 دقائق بلا تليفون. فقلت بما انه هزيت التليفون بحال هكا، واي نوت انني نصور هذا الفلوق هذا، ولا عرفتش شنو نسميوه. المهم دردشه بحال هكا، نقدر نحطها نقدر ما نحطهاش. تحطات في القناه هو هذاك، ما تحطاتش هو هذاك، حيت اصلا القناه مده طويله هذه ما حطينا فيها حتى شي حاجه. على العموم بصراحه جلست 5 دقائق كناكل في الكاسكروط. 5 دقائق وانا غير كنتامل كنشوف في السماء. صراحه المنظر ديالها زوين بزاف. شوف سبحان الله العظيم. على العموم جالس كناكل وكنتامل، صراحه كنحس بالافكار ديالي كيتقادوا. المهم سرحت، بقيت كنفكر كنحلل دماغي يخدم، وحسيت بواحد الصفاء ذهني. ولكن التليفون كونيكسيون ديما مطلوقه صراحه، كدير لك واحد التشتت، وكتخلي الافكار ديالك مرونين وما كتقدرش تركز على الحاجه المهمه في الحياه. لنفترض كنتي خدام، انا مثلا كنخدم في الاونلاين، مثلا خدام على بروجي ديال شي واحد كنصايب ليه شي لعيبه. ما كنقدرش نركز مثلا ساعه كامله بلا ما نهز التليفون. وإلا ما ركزتيش في ديك الحاجه اللي كدير مده طويله، ما كتكونش النتيجه كما انت بغيتيها. داك قله التركيز ديالك ما كتعطيكش نتيجه اللي مزيانه. على العموم هادي دردشه، بغيت غير نهضر وصافي. بما انه زيد التليفون هزيتو فبغيت نهضر. واش الافكار متناسقه؟ واش الفكره وصلات؟ واش ما وصلاتش؟ واش اصلا هادشي اللي كنقول عنده معنى ولا ما عندوش؟ المهم باغي نهضر انا قدام الكاميرا بحال هكا، بما انني جالس. شنو بغيت نقول؟ نحاول نبعدو من التليفون ما امكن. من التليفون، وبالخصوص التليفون فيه كونيكسيون، حيت السوشيال ميديا واحد الحاجه اللي مدمره للتركيز، مدمره للافكار، كتدخلك في واحد الحاله نفسيه اللي ما هياش، خصوصا الا كثرتي من الريلز وكثرتي من الاخبار اللي ما زويناش. على العموم هادشي اللي كاين، نحاول ما امكن اننا نبعدو. دابا هاد الهضره راه ما كنقولهاش لكم نتوما، راه كنقولها لراسي. فبما انني كنقولها لراسي، قلت علاش لا ما نقولهاش لكم حتى نتوما. هاد القناه هادي ما عرفتش الصراحه واش نرجعوا نديروا فلوقات، واش نديروا فيها شي كونتنت اخر، ما عرفتش بالضبط. المهم غنبقى نحط فيها شي لعيبات بحال هكا، دردشات الى اخره. المهم الا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه هادي، وغالبا قليل اللي غيوصل للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، متنساش تخبط ديك اللايك، اشتراك في القناه، تخلي شي تعليق، الراي ديالك في التعليق على هذا الموضوع هذا ديال اننا ما بقيناش كنركزوا، وباننا ولينا مستهلكين بزاف. حنا كاشخاص كيستهلكونا مواقع التواصل الاجتماعي، كيديو لنا الطاقه، كيديو لنا التركيز، كيدخلوك في واحد الدوامه ديال الشك. كتقول واش فاش كتدخل كتلقى مثلا الناس كلهم عايشين الحياه، هذا مسافر، هذا شاري طوموبيل جديده 200 مليون، هذا. على العموم كتقول ويلي، واش هاد الناس هادو، واش انا في شي عالم اخر موازي كلهم ناجحين، كلهم دايرين حوايج زوينين في الحياه، الا انا مثلا علاش؟ في حين انه داكشي كيبقى تصاور، كيبقى بنادم كيتصور عليك، والاغلبيه ديالو ماشي واقعي، والحياه ديال السوشيال ميديا ماشي واقعيه.
الا كنتي واعي بهذا الشيء على الاقل كتخفف على راسك شويه، ولكن الا ما كنتيش واعي به فضروري كتدخل في اكتئاب. وداك الشيء علاش كتلقى اغلب ديال الشباب مدمر، اغلب ديال الشباب ما عنده حتى شي هدف في الحياه. حتى الا كان عنده هدف كتكون صعيب عليه يخدم على داك الهدف، يجلس على الارض ويركز على داك الهدف ويخدم عليه بسبب السوشيال ميديا. انا كنقول بانه السبب الرئيسي ورقم واحد هو السوشيال ميديا والتشتت والاستهلاك ديال المحتوى الغير نافع والضار. المهم خويت قلبي صراحه درجت معكم هذا الفيديو هذا بارازار، فنشوفكم في حلقه جديده. بيس ليكم ان شاء الله.